بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا بحضراتكم. النهاردة هناخد معجزة جميلة عملها الشهيد البطل الروماني ماري جرجس مع سيدة مسلمة بسبب اللي هي راحت قالته ليه في كنيسته الأثرية. ماري جرجس عمل معاها شيء عجيب جدا لدرجة إنه كان بيجري وراها بالحصان بتاعه وبيطاردها. اللي هي قالته خلت ماري جرجس زعل قوي كده. ده اللي هنعرفه بالتفصيل في فيديو النهاردة. لكن في البداية ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو حابين تسمعوا معجزات فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل ما هو جديد. شكرا لتعليقاتكم الجميلة وتفاعلكم في القناة. ربنا يبارك حياتكم ويفرح قلوبكم. أما دلوقتي تعالوا مع بعض نعرف إيه الحكاية من أولها. الحكاية بدأت في كنيسة صغيرة أثرية، هي أول كنيسة باسم الشهيد العظيم ماري جرجس، وهي موجودة في منطقة اسمها حصة برما تبع طنطا الغربية. الكنيسة ديت كان في مصر كلها ما فيش لسه كنايس باسم ماري جرجس، وماري جرجس ظهر ل3 فلاحين وقال لهم أنا عايز في المكان ده تتبني كنيسة ليا باسمي. فقالوا له طب احنا نعمل اللي انت تقول لنا عليه، بس احنا معناش فلوس يعني وكده للبنى، فالأرض احنا متنازلين بيها وخلاص يعني دي ليك يا ماري جرجس من النهاردة، لكن فلوس البنى أنا ما نقدرش ألمها. فقال له ما تقلقش وكده. فبعديها بفترة جه تاني ماري جرجس للفلاح التالت وقال له انتوا ليه ما بدأتوش البنى؟ قال له ماري جرجس معناش فلوس. قال له مش قلت لكم ما تخافوش، بعد 5 خطوات من المكان اللي انت واقف فيه احفر هتلاقي زلعة مليانة فلوس ذهب، روح بيها وابتدي ابني الكنيسة بتاعتي، انا عايزها في المكان دوت. فقال له حاضر يا ماري جرجس، وفعلا عمل زي ما ماري جرجس قال له، ولقى فعلا زلعة مليانة ذهب وبدأ يبني الكنيسة. وكانت الكنيسة ولا زالت بركة لألوف من الناس اللي بتيجي من كل مكان تاخد بركة ماري جرجس. الكنيسة كانت أثرية جدا جدا، وتدخلوها تحسوا فيها برهبة كده. كان فيها كرسي البطرك، واللي دشنها كمان كان البابا كرولوس السادس. من ضمن التدشين التاني يعني ليها كان البابا كرولوس اللي راح هناك ودشنها، وكان مبسوط جدا من الكنيسة وقال لهم ده كنيسة مبروكة. وحتى الشعب هناك خير جدا، كان عامل وليمة للبابا كرولوس. لكن انتوا عارفين البابا كرولوس وبساطته كل اللي عمله اننا ده على واحد من اللي واقفين كان دكتور من البلد بس كان عايش في القاهرة. فقال له انا عايزك تروح تطلع على السطح هتلاقي زلعتين، هاتلي من الزلعة الأولى حتة جبنة بالمش بتاعها وهتلاقيهم بيخبزوا عيش، هاتلي رغيفين عيش شامي منهم وتعالى. فراح الدكتور، فعلا أهل البيت ذات نفسهم ما كانوش يعرفوا إن في زلعتين. لكن كل كلام البابا كرولوس طلع صح وجاله بالأكل كده. فبيقولوا سيدنا يعني هتسيب الأكل ده كله اللي الشعب عامله وهتاكل جبنة وكده؟ قال لهم عمري ما انسى في يوم من الأيام إن أنا راهب قبل ما أكون بطرك. وكان فرحان وقال لهم انتوا شعب مبروكين وكنيسة مبروكة. وكانت الكنيسة كمان يعني عشان هي كانت قديمة قوي قوي، كان فيها اللي هو المنبر بتاع الوعظ. زمان ما كانش فيه مايكات، فكان الكاهن او الواعظ يطلع على منبر عالي عشان صوته يوصل لكل اللي موجودين في الكنيسة. فكان من ضمن الحاجات اللي بتميز الكنيسة ان هي اثرية هذا المنبر. بعد سنين طويلة حصل تآكل في الحيطان، وانتوا عارفين بقى الحاجات دي، فتم ترميمها ولسه كانوا مدشنينها قريب جدا من حوالي 2 أو 3. ولا زالت الكنيسة بتقام احتفالات بعيد الشهيد العظيم ماري جرجس. ومن ضمن الحاجات الحلوة قوي اللي حصلت في البلد
انه كان في سيدة مسلمة وكانت مخلفة بنت، 3 بنات قصدي، والثلاث بنات كانت نفسها قوي تخويهم بولد. فبتتكلم قدام واحد كده من الأراخنة، راجل كبير يعني من المسيحيين اللي في البلد، بتقول له يا عم فلان أنا نفسي ربنا يخويني البنات دولت بأخ ليهم، وأنا نفسي يعني أفرح وكده. فقال لها طب أقول لك، كانت احتفالات ماري جرجس بدأت وكده في البلد عندهم. قال لها ماري جرجس يديكي واد، بس بيديله صينية وديها له الكنيسة كل سنة يعني. فجت قالت له صدقني لو اداني واد على ال3 بنات انا هوديله صينية كل سنة. انت بتقول وديله الصينية سنة اللي هي دي، لا انا هديها له كل سنة. فقال لها طيب ربنا يديكي حسب قلبك. فدخلت الكنيسة، يعني ده منظر بيبقى طبيعي جدا، بتلاقوا ناس كتير غير مسيحية واقفة قدام المقصورة بتاعت ماري جرجس تورته وتقيد شمعة وتطلب منه يعني. فهي دخلت وقادت شمعة وقالت له يا ماري جرجس أنا جاية طالبة منك تديني واد ل3 بنات. ومشت. ما فيش في نفس الشهر كانت حامل، و9 شهور عدوا وولدت، جابت ولد فعلا. فعيد تكريس الكنيسة وقتها بيبقى في شهر 6 زي الأيام دي كده، والليلة بتاعت الليلة الكبيرة بتبقى يوم 10/6، وبتبقى زفة كبيرة لماري جرجس، وبتقام النهضة طول الفترة ديت. فبيبقى فيه زوار كتير. فمن عادة البلد ان هي كريمة بتعمل زي كده لقمة أغابي لكل الزوار اللي بيبقوا خارج البلد. فطبعا حبايب الماري جرجس اللي بيجيب مثلا أكل، اللي بيجيب شرب، اللي بيجيب فاكهة، وبيبقى في لقمة أغابي بعد كل قداس الصبح وبعد كل نهضة بالليل عشية يعني. فهي بقى حضرت الصينية وقالت لهم، كانت تروح عشان هي غير مسيحية يعني، تروح تسألهم الأول هو العيد ده الصينية بتاعته صيامي ولا فطاري، أعمل فيها إيه؟ ساعات كان يجي في الرسل يقولوا لها هاتي سمك، وساعات يبقى في الخمسين زي الأيام دي فيقولوا لها لا جيبي زي ما انت تحبي ده فطاري. فتقول لهم حاضر، تحضر الصينية وتوديها. عدى سنة 2 3 4 الواد كبر، وهي بقى جالها دور تعب. فقالت لا انا كسلت وقالت انا مش هودي، خلاص بقى كفايه قوي كده، انا اودي له فلوس المره دي وبعد كده خلاص ما اوديش خالص. وقررت ان هي تاني يوم هتروح الكنيسه وتحط في الصندوق فلوس بدل ما تحط يعني الاكل وكده، بدل ما تودي الاكل. ففعلا راحت الليله دي نامت على اساس تاني يوم تروح. فوهي نايمه حلمت بالشهيد العظيم ماري جرجس بيجري وراها بالحصان، هي تجري وهو يجري وراها، هي تجري وهو يجري وراها. فبتقول له هو انا عملت ايه؟ طيب انت عمال تجري ورايا ليه؟ قال لها علشان انت مش راضيه تودي لي الصينيه بتاعتي، انا مش محتاج فلوس، انا عايز زواري ياكلوا وينبسطوا، مش عايز فلوس منك، اعملي صينيه زي ما انت متعوده كل سنه. فقالت له حاضر حاضر هعمل صينيه زي ما انت عاوز، حاضر مش حاطه فلوس خلاص. وفعلا قامت من النوم قالت لجوزها الحق يا ابو محمد انا من النهارده مش مخالفه كلامي، ده طلع البطل بتاعهم ده قوي جدا. قال لها ايه اللي حصل؟ قالت له ده جالي في المنام بيجري ورايا بالحصان ويقول لي مش عايز منك فلوس، انا عايز زواري ياكلوا ويكونوا مبسوطين، اعملي صينيه الاكل اللي بتعمليها وما تحطيليش فلوس. فانا يا اخويا لا انا هنعمل له الصينيه بتاعته ومش مخالفه الحاجه دي طول ما انا عايشه. وفعلا عملت الصينيه وودتها الكنيسه، ولما راحت هناك اتقابلت مع الاباء الكهنه والخدام وحكت لهم على اللي حصل. فقالوا لها ماري جرجس بيحب اللي يقول له حاجه ينفذها، ربنا يبارك العطيه بتاعتك وربنا يبارك لك في ولادك. فخلي بالكوا صدقوني لما بتطلبوا من القديسين بإيمان بيتشفعوا لكم أمام ربي المجد يسوع المسيح، وهو بيستجيب حسب إرادته ومشيئته الصالحة. وبس ما تنسوش لو ندرتوا ندر ما توفوه ما تغيرهوش طول عمركم. بركة الشهيد العظيم ماري جرجس تكون مع جميعنا،
وبركة كل الشهداء والقديسين، وأولا وأخيرا الست العذراء مريم تكون مع الجميع. واذكروني دايما في صلواتكم. أشوفكم بإذن يسوع في فيديو جديد ومعجزة جديدة